تحمصت تأمرت وبدها الله يبارك له غير شكل. روحي 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 روحي. شو من شان لابسه البيجامه؟ بيجامة؟ جربوها واسمعوا نصايحي وعلى مسؤوليتي. بسم الله. لك عمر يا عمر ايه خير؟ بتعرف شو جاي عبالي؟ استصبحي يستر على عرضك. شو استصبحي؟ شوفي يا فتحي علي خير يا طيب. مناقيش الزعتر والجبنه. ايه شو بس كل مره بجرب ساويها ما بتطلع معي. بجرصي شو بتجرصي؟ بجرب ساويها ما بتطلع معي مثل ما بتطلع معك. شو مخبي عني؟ احكي. والله ماني مخبي شيء. شو السر؟ شلون هيك تطلع معك طريه؟ انا ما بتطلع معي هيك. امشي على المطبخ لقول لك. يعني بدك سر طراوه بتساوي لنا يعني؟ بتساوي لنا؟ بساوي لك شايف بس ما كثير. شوي. ابو 10 15 قرص. هدول 400 جرام. 4 كاسات من الكاسة السحرية طحين عادي هذا متعدد الاستعمالات. 10 جرامات خميرة جافة. السكر ليش؟ السكر بيعطي لون طراوة للعجين، يعني ما هو السبب الرئيسي بالطراوة، هو يعني أكثر لون. يعني بدي أحط قد كمية الخميرة، يعني 10 جرامات من السكر، قدر معلقة صغيرة ونص. كاسة مي دافي، هذا دافي. ل4 كاسات طحين من النوع اللي عم بستعمله بياخد كاسة مي واحدة بس. عجينة بالمحلات ما فيها لا حليب ولا لبن ولا شيء، مي وطحين خميرة سكر ملح. والله في منهم ما بيحطوا سكر حتى لهالدرجة. فرن عندهم، فرن بيساعدهم. عرفتي شلون؟ نحن عندنا الفرن مع الأسف فرن منزلي بيضل يعني بالنهاية، بس في طريقة وفي حل لكل شيء. نص معلقة ملح. أول سر، هلا كل شيء لهلا ما سر. أول سر اللبن. أنا ما بحط. هاي معلقة وهي 2 معلقتين لبن يogurt يعني مو حليب، لبن زبادي. ليش لبن؟ ليش مو حليب؟ اللبن فيه حموضة، فيه خمائر، بتساعد على نفشة العجين، بتعطي طراوة للعجين، ما بتخلي العجين ينشف. كل هي الشغلات هي اللي بتلعب دور بالعجين. كاسة المي، شوية زيت، هاي قدر معلقة. هلا أول شي بحركها بالسكين هاي. ليش؟ مشان ما يلزق بإيدي، بس لتصير عجينة مع بعضها. عرفتي شلون؟ بشتغل فيها بإيدي. هاي العجينة هلأ بنعجنها ربع ساعة 10 دقايق. العجن هو سر. أنا كثير بشوف فيديوهات شايفة هيك بتقلبها هيك بتغطيها بريح العجين. شو ها؟ ما بيصير. العجينة لازم تصير مطاطية يتفاعل فيها الجلوتين على الأخير. عرفتي شلون؟ هلأ بحط إيدي وبعجنها. خلص خلينا نعجنها 10 دقايق عجن منيح. عندكم عجانة 3-4 دقايق على العجانة، بنغطيها وبنريحها ربع ساعة بس. بسم الله. هاي العجينة تبعنا ارتاحت. طبعا هاي العجينة انتو هلا هيك شايفينها. قبل ما احطها هون وحطيتها كانت قد نص هي، لازم تزيد الضعف. ربع ساعة اخذت وقت، المكان مظلم ومعتم، حطيناها بالفرن يعني. فهلا شو كنت اقول لكم؟ والله نسيت. طب بتكفينا هاي؟ لك حبيبتي بتكفي. انت شو بدك بهالشغلة؟ طيب لا اله الا الله. لا اله الا الله. خلص ماشي. ادعوا لي يا غالي. شوفوا ما احلاها وما اطراها. بنفضي الهواء، وهلا بدنا نقرص بعد ما نفضي الهواء منها. شلون بدك تقرصها؟ انا ما بعرف شلون بتساويها. هيك شوفي اطلعي. هي تقريصه هيك حجمها بدي اياها. بهالحجم قرص الجبنه الشامي. هون عندي بايركس مرشوش عليه طحين، بس انت يمكن ما عم تزبط معك هي الطريقه. ما بتزبط معي. طيب ما بعرف شلون بتعمل. طيب هيك بايدك ليك شو بيعمل هيك مدري شو بتطلع دغري. حبيبتي هي الطريقه الصناعيه. طيب شوفي، بنحط العجينه طلعي. ها بمدها هيك تمام. لا تقولي لي هي ما بتزبط. سهله بسيطه. تمام. بنجيب قطاعه سكين اللي بدك اياه. بسم الله. بنقطع تقريصات. نحاول يعني عينك ميزانك قد بعض. نمسكها لهي هيك شايفه. نفتحها هيك. هي العجينه ومنسكرها. انا ليش بقرص؟ لانه اسرع من هي، بس هي الفكره. حتى هي كمان يعني سريعه مالها بطيئه. وهي تقريصه ثانيه. تمام. هي خليني اقرصهم كلهم وارجع لك. خلصت بس ما وسع هذا غيرته. شوفي البركه 15 قرص. 15 ما شاء الله. يعني نحن ما بنشتري هالقد. اعمل 5 زعتر و10 جبنه. هي على عيني. أو بس 4 زعتر بكفوا. شو توصاي لانه عطا. هلا كمان بحطها هون بريحها هيك، بس بغطيها مشان ما ينشف العجين. انا عم بريحها. بشغل الفرن بكير ما بعرف. انا بدي اريحها شي 3 ساعة.
فبدي شغل الفرن وز على اعلى حراره فوق وتحت. طيب شو قلتي لي بدك جبنه وشو؟ زعتر. جبنه وزعتر. طيب يلا دغري ها على عيني. جبنه حساوي لك جبنه شاميه. ايه يعني على الطريقه الشاميه البحته يعني. ايه هي اطيب شيء. ايه خلص هي جبنه شاميه. هي الجبنه سهله يعني ما في شيء. الزعتر اساسا هو زيت وزعتر. هي الجبنه تبع عمو. بسم الله. جبنه بيضة فيها شويه ملوحه دسمه. اهم شيء الدسامه. شوفوا صفرة الجبنه ما شاء الله صفرة. ايه ححط لكم الرابط تحت كيف ايه. سويناها عند بابا. روحي فرمي لي شويه بقدونس الله يرضى عليكي. يلا شو جهزتهم حبيبي؟ هلا خلصت زعتر وزيت. هي اصعب شيء الزعتر والزيت. تحطي زعتر على زيت وتطبقيهم. شوفي هاي جبنه شاميه تمام. ايه. هلا شو بدنا عليه؟ هدول 300 جرام يا جماعه. ايه. سمسم. حبه بركه. بقدونس شوي. مالك فرميون ناعم هيك فارمتيهم خشن؟ ما حينبلعوا نفس الشيء. طبيعي شو بتدقق. شويه ملح براس المعلقه وشويه فلفل ابيض. ليش الفلفل الابيض؟ من شان البيض. هيك براس المعلقه فلفل ابيض لانه بدنا نحط بيض. طب ليش بدنا نحط بيض؟ هيك بدنا نحط بيض. يعني كثير بيستغربوا الناس انه معقول فيها بيض؟ ايه فيها بيض. بالمحلات بيكتروا بيض كثير. يعني حتى اذا بتلاقي مطلع زبديه الجبنه قدامك مريقه بتمد معه. هو بتمد معه. نحن مو مشان تمد معه، نحن مشان تترابط. شوف الجبنه يعني ما لها متماسكه. نحن مشان تتماسك ومنه بتعطيك نفس الطعم يلي نحن كلنا متعودين عليه. 300 جرام بحط لك 300 جرام بيضه. وهيك ما بتطلع ناشفه صح؟ وما تطلع ناشفه. لكن يعني هي نقطه كثير مهمه انه ما تطلع ناشفه. ها وبخلطهم. الفرن عم يوز وز. هي شو هاد؟ وين علق هذا؟ هاي العجين تبعنا. بسم الله. بدنا طحين بس. مبدئيا عجين طحين. شوفي العجين ما شاء الله شلون نفشت الحبه. طيب شو بنساوي؟ طحين. اول شيء بايدنا لازم نعمل هاي الحركه توسيع القرص. طلع شكله دائري. هلا انا ما بدي اياه دائري، بدي اياه مثل قرص الصفيحه لقرص الجبنه. مطول. ايه هيك ناخده هيك بعدين بنميله هيك. يعني شوفوا انا اخذته هلا هيك بعمل له هيك تميله بسيطه. لما تكون العجينه مرتاحه بيمد معي. شايفين كيف؟ ايه نحن بنحب العجينه رقيقه. هذا الموضوع بقى بيرجع لكم. كمان ما بدي كتير طحين كمان بينشف العجين. يعني بنفض الطحين. شايفين نفضت الطحين على القرص حطيته فوق اخوه غيره. يلا ها خلينا نحط معلقه جبنه. شايفين كيف؟ هيك اسرع طريقه. بفرض الاقراص تبعي كلها مشان ما تشتغلوا واحد واحد. هلا الفران بيشتغلوهم بسرعه واحد واحد اسرع لهم طبعا. بس انتم بالبيت بالنهايه ما فيكم تعملوا هذا الحكي. شوفوا كيف نفرد الجبنه. دائما لما بدي سكر القرص بعمل هيك. ايه مشان ما وسخه من على الداير. بمسكه من هون بعمل له هيك. شايفين؟ بمسكه من هون بعمل له هيك. خلاص. بنفس الوقت انا ما وسخت القرص. هذا القرص مثل ما هو باخده لوين؟ الصينيه. على الصينيه. بسم الله. شوفوا مين معنا بالتصوير. معنا الست آيلا. آيلا خانم. صح النوم آيلا. يلا هلا بيفيقوا بيفطروا. منيح فاقوا ليفطروا. ايه. صرنا كانوا هن يفيقوا قبلنا. صرنا نحن نفيق. صرنا نحن نفيق قبلهم. انا سويت صينيه. ايه. قبل ما احطها بالفرن بتركها دقيقتين برا. يعني ما بحطها دغري بالفرن بس دقيقتين هون على جنب الفرن بتركها. شايفه؟ بس هيك تريح نكشه صغيره انه هلا فردتها واشتغلت فيها. بس تريح شوي صغيره بتطلع كثير طيبه مقرمشه وطريه. يعني من جواتها طريه من برا مقرمشه. بتطلع كثير ظريفه. حبيبتي هي 4 اقراص زعتر. ايه. فردتهم وخلصت. عندي صينيتين هون الجبنه عم ريحهم. هي ارتاحت حاطها بالفرن. طبعا كيف؟ بفتح الفرن بحطها وبسكر بسرعه. ليش؟ بدي اياها تاخذ 3 دقائق بالفرن. 3 دقائق هذا تاني سر لطراوه العجين. ما بتنشف. عجينه فيها سوائل لبن مي يلي هو هذا السائل. كل ما ضلت بالفرن اكثر كل ما بيتبخر بتنشف. تمام؟ تحليل علمي بسيط 100%. الشغله اللي بدنا نفهمها انه انا ما بدي خلي العجينه تبعي بالفرن تطول. بسم الله. طبعا هي فتحه الفرن تسكيره بيخسر له 50 درجه. لهيك انا صار لي نص ساعه محميه. يعني هلا حرارته بتتعدى 300. بسم الله. خالص بس
خالصين 3 دقايق عياره، بشيلها بحط الثانيه دغري، بشيل بحط الثانيه. تمام، من فوق ومن تحت مشغل، من فوق ومن تحت شغال. هلا مو داخل خارج هذا طبعا بيسوي هاي. ما قدرنا نسوي لكم الصينيه اللي طلعت. هي الزعتر، احنا بنكتر زعتر بالقرص. هلا بورجيهم الثانيه، مو الثانيه بالفرن، الثانيه بالفرن ليك حتطلع. والله امرون شوي. انت بتحبهم طراية الزعتر، انا بحبهم مقمر شوي. شو قبيس مقمر ما بتعود طيبه والله اصلا شوي والله بتغوب القلب، مو طبيعيه. روحي صوري لهم. مو طبيعيه حبيبتي هذا بالمحلات غير متوفر. شو عن جد عمر والله بدون مجامله، انا حياتي ما دقت اطيب من هالفطاير. لكن عم بعطيكي فطاير ترجعي لعندي. يلا حتطلع الصينيه، يلا روحي. هاي اللي تشوفي بالفرن بابا. بسم الله. حاجتها تحمصت وتأمرت وبدها الله يبارك له غير شكل. روحي. بسم الله ما شاء الله. الشغله اللي بيعملوها بالمحلات شو؟ بس ريشه هيك، فرشايه، نقطه زيت هيك الاطراف مشان الطحين. تمام، بس مشان الطحين. ما بيعلم، بينشف يعني، ما بيعطي هذا اللمعه. نورجيهم قرص من تحت. بسم الله، بس عم تلدع. شايفين ما شاء الله، شغله ذهب. شوفوا اللون ما شاء الله. اهم شغله بس يطلعوا سخنين شو بنساوي؟ ناخده هيك. شوفوا الطراوه، القرص يعني بياخد العقل. نصفهم هيك. ليش؟ مشان ما يضلوا، لانه الصينيه سخنه يا جماعه، بس يضلوا عليها بينشفوا، بينشف العجين. شوفوا ما احلاهم، شوفوا ما شاء الله. هي راس الجبنه لا بتلاقيها بالمحلات ولا باي مكان. ذهب الذهب هذا، اطيب من هيك ما في. بدها وحده الله يبارك له غير شكل. جربوها واسمعوا نصايحي وعلى مسؤوليتي. بسم الله. حبيبتي هيك بدك مقمره راس الزعتر؟ هي امرت لك اياهم التدعوا تقريبا. عجبك حبيبتي؟ لا كثير طيبه هيك، كثير طيبه والله الزعتر اذا مو مقمر هيك عن جد مو طيب. طيب ماشي. لنونا هلا نعطي نونا. خي روحي اعطيها لنونا. خي شوفوا ما شاء الله القرص بياخذ العين. شوفوا اللون، شوفوا الطراوه، شايفين؟ بجنن. خي روحي اعطي نونا. يلا خي، يلا تعي. صبيت الشاي، تعي يلا حبيبتي. هاي الفطاير اذا بردت انا ما باكلها. شوفي الطراوه، شايفين؟ هاي الطراوه اللي بدك اياها. كاسه شاي. شو تاكل يا عمري وتتفرج البنت؟ تفضلي. يامي. روحي فيقي. يامي. يا الهي مقطيهم مو طبيعيين والله. العجينه طيبه، وحتى العجينه اذا بتاكليها هيك كثير طيبه، ما بتضايقك. حياتي والله عن جد صراحه، حياتي ما دقت اطيب من هالفطاير بحياتي عن جد. مو طبيعيين. معطوب بسوي لك اياها انا بس. ايه يعني اذا ما دقت اطيب من اللي بتساويهم انت. الرقه طبيعي ما اطيبها بجنن. القرص رقيق يا جماعه، رقيق بيقرمش وطري يعني. شوفوا طري. شو مشان لابسه البيجامه؟ بيجامه؟ ايه؟ روح شو بفهمك بالموضه انت؟ هي بيجامه؟ موضه اخر موضه شبه. والله مو بيجامه حبيبتي. لا مو بيجامه شبه. انت اشتريتيها هي؟ والله يا جماعه هي بيجامه مو اخر موضه هي. لولو هي عم بيطلعوا فيها بالشارع. بحياة ربك شبك. اتكلي على الله. هي ما اكتب عليها جوتشي ليصير حقها 4-5 آلاف دولار. جوتشي كمان. اللي جايين عمران احسن مني يعني. لا ما هذا احسن. كلنا عم بيلبسوا مثلهم. والله هي بيجامه للطلعه. ايه مو بيجامه للطلعه، هي طقم للطلعه. حقه بهديك الحسبه. هي اخر موضه. تمام ممتاز. طيب انا ما بفهم بالموضه. هاد تبع امر لي اياه، خدي تشيل فيه براس ولد بتفجيه. لا والله هيك اطيب، انا كثير بحبها. شوفوا يا جماعه. هو طيب مقرمش يعني. استنى ليبرد. كيف انت بتاكل هو سخن لهالدرجه؟
عم بلش حقيقي. جد مو طبيعيين. شوف آيلا. طيب يا ماما والله جيب لونا حرام. طيبة يا عمري طيبة. صحتين وهنا. سمعان القرشة؟ الزعتر مو طيب الا هيك عم بيقرمش صراحة. انا ما وجهة بحبه نظر هيك. وجهة نظر انا بريح تفظي فيها. والله حبيبتي ما يعني انا بحبه هيك طري مثل هاد. شوفي انت كمان وجهة نظر احتفظ فيها. طيب يا بابا؟ ايوه هنا. بعدين ما سألتني ليش متأنقة. ليش متأنقة؟ وين رايحة؟ كنت عم صور لهم فيديو. وين عم تصوري لهم فيديو؟ على عملت الاسطول؟ قناة. بلا عملتي قناة؟ ان شاء الله الف مبروك اهلا وسهلا. عملت لهم قناة وبدي انزل لهم عليها فيديوهات. بدهم يشتركوا فيها. اشتركوا بالقناة احط لكم تحت صندوق الوصف. طيبة آيلا؟ سلم الايدين والله كتير 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 طيبين. سلم ايديك يا رب. الله يسلمك. ما شاء الله. طب فيق لونا ما بتفيق معي. هي ما خلينا ناكلها نفيقها. تمام؟ لا مو تمام. هيك مو حرام عليك. بعدين هلا ما بيضل لنا. نونا ايه تعي نفيق نونا. نونا والله هي آيلا هي اكثر حدا بياكل هم لونا. ايوه. آيلا مستحيل يا جماعة تاكل شغلة او تاخذ اي شيء او لعبة او اي شيء الا لازم تاخذ للونا معه. لازم مستحيل. الصراحة كأكل أكثر شغلة حرمنا منها بسوريا هي لما طلعنا من سوريا يعني هاتي ماما. إنه ما عم تدوق هي الفطاير شو أعطيكي؟ مثل اللي كنا ندوقها بسوريا. هاي نفسها وأطيب إن شاء الله على مسؤوليتي. بدها وحدة كاملة ما بدها نص. كبيرة. طب فيق لونا. يلا حنفيق لونا. إنه ما بتفيق معي. يلا تفيق وشها بيقطع الرزق مثل بعض الجماعة.